سنة 2003 بالعراق بمنتصف الليل بوسط قرية ريفية. رجل متخبي داخل حفرة تحت الأرض. مدخل الحفرة مغطى بقطعة فلين. فجأة كل أضوية الشارع بالقرية انطفت. مئات من جنود الجيش الأمريكي بلشوا يمشطوا المنطقة لحد ما وصلوا لمزرعة معينة. جندي من الجنود لقى حبل طالع من التراب، بلش يحفر وراه واكتشف انه مربوط بباب سري تحت الأرض. فتحوا الباب وكانوا على وشك انهم يرموا قنبلة يدوية داخل الحفرة. كانوا بدهم يتأكدوا انها آمنة، لكن قبل ما يسحب صمام الأمان طلع من الحفرة ايدين وراهم رجل ملتحي رافع ايديه لفوق وبصوت واضح قال: أنا صدام حسين، أنا رئيس العراق. سواء سمعت القصة من قبل أو شفت كل الميمز اللي انتشرت على الانترنت أو حتى كنت عايش بوقتها وبتتذكرها، أنا متأكد إنه كثير منكم ما بيعرف كيف تم العثور على صدام حسين ولا كيف صارت القصة وليش. وعشان هيك رح أرجعك لورا واحكي لك القصة من أولها، لأنه بوقتها موضوع إنهم يلاقوه كان مستحيل، والعالم كله انصدم لما ظهر صدام على شاشات العالم بهذا المنظر. للي عم بيشوفوني لأول مرة، أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض. وكالعادة قبل ما نبلش خلونا نتذكر إنه إحنا بعدنا مقاطعين ومكملين، ولا تخلي هذا الفيديو حتى لو عجبك ينسيك إنه ما النصر إلا صبر ساعة. أما اليوم فرح أحكي لك تفاصيل كل الفترة اللي أمريكا وحلفائها كانوا فيها بالعراق بيحاولوا يوصلوا للرئيس صدام حسين، وليش أصلاً صار البحث عنه هو الشغل الشاغل لكل أخبار العالم، لأنه مش هذا كان الهدف من الحرب. للي طلع له هذا الفيديو ما كان بيعرفنا، فإحنا عائلة مكونة من 4,300,000 شخص بنحب نعرف كل التفاصيل عن مواضيع غريبة جدا. اشتركوا معنا بالقناة لأنه إحنا بطريقنا لل5 مليون مشترك بمشاهدات عالية الحمد لله، وأداء أكثر من رائع للقناة بفضل دعمكم. وأكيد ما رح تندموا، لأنه زي ما بنقول دائما كل القصص وإن تشابهت مش زي لما أحكي لك إياها أنا. القصة بلشت لما أمريكا غزت العراق بشهر 3 سنة 2003. القوات الأمريكية وقوات التحالف بدأوا العمليات العسكرية عشان ينزعوا سلاح العراق ويحرروا شعبه ويحموا العالم من خطر كثير كبير. هيك كانت أمريكا تحكي، لكن كل هذا الكلام طلع غير صحيح. اللي صار إنه أمريكا شكلت تحالف عشان تطيح بصدام حسين، والسبب اللي حكوه للعالم إنه صدام مخبي أسلحة دمار شامل. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. كل هذا الكلام بالأخير طلع كذبة. أول ما الجيش الأمريكي دخل العراق وبلش يفتش وما لقوا إشي، الموقف كان جدا سيء والعالم كله حقد على أمريكا. بوقتها عدد اللي استشهدوا من المدنيين كان حوالي 150,000 بني آدم. طبعا هذا اللي مكتوب بالتقارير على الانترنت، لكن الشعب على الأرض بيحكي إنه الرقم أكبر من هيك بكثير. المهم بوقتها أمريكا بمساعدة قوات من بريطانيا وأستراليا وبولندا غزوا العراق ووصلوا للعاصمة بغداد، والعاصمة سقطت بعد 3 أسابيع من بداية الحرب. لكن رغم كل هالشي ما قدروا يلاقوا الرئيس العراقي صدام حسين. الدبابات الأمريكية والقوات وصلت لقلب العاصمة وأعلنت سقوط النظام العراقي، وكانت المهم الآن إنهم يلاحقوا الرجال اللي قاتلوا ودافعوا عن البلد. بوسط ساحة عامة في بغداد القوات الأمريكية اجتمعت مع عراقيين حول تمثال ضخم لصدام، تمثال لحاكم انتهى عهده. وعشان يعلنوا النصر الجنود الأمريكان غطوا وجه التمثال بعلم أمريكا، لكن العراقيين اللي كانوا معهم ما تقبلوا المنظر لأنهم رفعوا علم أمريكا، وكان المنظر بوحي إنه أمريكا هي اللي استلمت البلد. أول ما انتبهوا للجريمة البصرية اللي صارت، الجنود بدلوا العلم ورجعوا رفعوا علم العراق، وبعدها وقعوا التمثال. لكن رغم إنه التمثال وقع، صدام الحقيقي ما كان قادر حدا يوصله. الجيش الأمريكي رفع أولوياته، صار هدفهم الأول إنهم يلاقوا صدام وأي حدا من رجاله المقربين. عشان يركزوا أكثر على المطلوبين عملوا إشي غريب، عملوا كروت لعب ورق فيها صور وأسماء 52 شخص من النظام السابق. طبعا خطرت لهم الفكرة لأنه الجنود عادة بيلعبوا ورق بوقت الراحة، وهيك راح يشوفوا الوجوه على الكروت دائما قدامهم
ويحفظوا أشكالهم. صدام حسين كان القص الأسود رقم 1، وتحته مباشرة أولاده عدي وقصي بالسماء وعلى الأرض وبكل مكان. عند الجيش الأمريكي كان في أمر واحد: دوروا على صدام. الإشاعات كانت بتقول إنه ما بقعد بمكان واحد أكثر من كم ساعة، ودائما بتحرك غالبا بسيارة. مرت شهور من بعد سقوط بغداد وتم القبض على كثير من المطلوبين، لكن ولا واحد منهم دل على صدام ولا على أولاده. الموضوع صار تقريبا مستحيل، وهون ظهرت فكرة جديدة. قالوا أكيد إذا في أفراد من الشعب كمان بدوروا معاهم وكثر عدد اللي بيبحثوا عنه رح تزيد فرصة إنهم يلاقوه. وعشان يحفزوا الناس يدوروا عليه ويحكوا وينه إذا شافوه أو لقوه، أعلنوا عن جائزة مقدارها 15 مليون دولار لكل واحد من أولاده، و25 مليون دولار للي بدلهم على صدام. في سيناتور أمريكي كان معارض الفكرة وقال: هل مبلغ 25 مليون دولار للي بدلهم على صدام رح يغير إشي؟ ما أظن. مع هاي الجائزة الجنود الأمريكان صار عندهم أمل أكبر إنهم فعلا رح يمسكوا القص تبعهم، وفعلا الجائزة جابت نتيجة. بعد 4 شهور من بداية الحرب، رجل دخل على قاعدة عسكرية بمدينة الموصل وقال إنه عدي وقصي متخبيين ببيته. الجنود أولها ما صدقوه، لكن ثاني يوم راحوا على البيت. كان بيت كبير بمدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة بالعراق. لما وصلوا انصدموا. فعلا عدي وقصي كانوا جوا هذا البيت متخبيين بفيلا فخمة وحولها حراسة، لكن الأولاد ما سلموا حالهم وقاوموا. كان مشهد غريب، أقوى دولة بالعالم محاصرة شابين ببيت. الجنود الأمريكان طلبوا دعم، وطبعا ما عم بحكي لك عن دعم جنود فقط، تم استدعاء ضربة صاروخية على البيت. البيت اتدمر وما ظل منه أي شيء. لما راح الغبار بعد الضربة دخلوا الجنود، لكن كانوا الأولاد ماتوا. الموضوع كان مثير للجدل. كثير بشر أيدوا الضربة وقالوا إنه المهمة كانت واضحة: يا ابنوا القطهم يا ابنوا اقتلهم. وكثير بشر قالوا إنه هذا ما كان حل، يعني مش من المنطق جيش أقوى دولة بالعالم محاصر شابين ببيت يكون الحل بضربة صاروخية. الموضوع كان بالنسبة للبعض مش أخلاقي. انتوا شو رأيكم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. المهم بوقتها ضباط بالجيش من اللي كانوا مسؤولين عن البحث عن صدام قالوا إنه هيك الأمور تعقدت بزيادة، لأنه الآن ما في أي طريق يوصلهم لصدام. قالوا لو أسرنا عدي وقصي كان ممكن يدلونا على مكان أبوهم، لكن أغلب المدافعين عن الضربة الصاروخية وقتلهم قالوا إنه حتى لو أسرناهم ما كانوا رح يعترفوا ولا رح يدلونا وين أبوهم. المهم الآن بموتهم صارت الأمور أعقد، ما في طريق واضح يوصل لصدام. لكن بعد هذا الحدث والمداهمة الغريبة والضربة الصاروخية، صدام بنفسه قرر يبين إنه بعده حي. طلع بتسجيل صوتي نعى في أولاده: أيها الأحبة العراقيون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعي إليكم إخوانكم عدي وقصي ومصطفى بن قصي، فالحمد لله على ما كتبه لنا. هذا التسجيل أكد إنه فعلا صدام بعده عايش، وأكد كمان شغلة كثير مهمة، وهي إنه الهجوم على البيت اللي كان فيه عدي وقصي وقتلهم أثبت إنه المكافأة حقيقية. الناس كلها صارت تحكي بالموضوع، لأنه اللي دل الجيش الأمريكي عليهم فعلا أعطوه 30 مليون دولار، 15 مليون عن كل واحد. اندفعت الجائزة بالكامل، وتم نقل الشخص اللي أعطى المعلومة لأمريكا. طبعا كان الهدف إنهم يورجوا الشعب العراقي إنهم جديين وبياخذوا المعلومات بجدية وبيدفعوا حقها. ضخوا شوية إعلام على هذا الموضوع وقالوا إحنا بندور على صدام حسين، أولاده مسكناهم وموضوعهم انتهى، لكن إحنا محتاجين صدام وبنطلب من الشعب العراقي إنه يساعد بأي وسيلة ممكنة. وبنذكر الجائزة 25 مليون دولار. لكن هذا الضخ الإعلامي على موضوع الجائزة جاب نتيجة عكسية، لأنه الناس صارت تبالغ. المعلومات صارت كثيرة وأغلبها معلومات غير صحيحة. بعد شهور طويلة من حملات تفتيش وغارات على مواقع تم التبليغ إنه صدام موجود فيها، ما طلع معهم شيء، والوضع صار أسوأ من أول بكثير، لأنه بواحد من البلاغات 3 مدنيين انصابوا، وبعدها كمان
راح ضحايا. البحث كان مجنون. الوحدة الأمريكية اللي كانت تقود البحث اسمها تاسك فورس 20. كل مكان كانوا يدمروا كل شيء فيه. أي بلاغ بيجي على مكان وبتروح هاي الوحدة عليه، بتركوا خلفهم خراب. I'm not washing my hands of what happened in the You past. killed a That is a million separate- people in Iraq. مع فشل كل هاي المداهمات التركيز تغير. الجيش الأمريكي بلش يركز على إنه يكمل مجموعة الكروت. صار هدفهم إنهم يكملوا اصطياد مسؤولين النظام السابق واحد ورا واحد. تم القبض على عدد من كبار المسؤولين اللي كانوا بيشتغلوا مباشرة تحت صدام، والأمل كان إنه واحد منهم يدلهم على مكانه. لكن اللي كان مفاجئ إنه فعلا ولا واحد منهم بيعرف وين صدام. المهم أثناء ما كان الجيش بيلاحق باقي الكروت، في محقق اسمه إريك مادوكس كان له رأي مختلف. مادوكس قال كل اللي بندور عليهم من النظام القديم اللي سقط، وهدول ما كان عندهم أي قوة إلا إنهم كانوا قريبين من صدام. يعني هم اللي كانوا بحاجته، مش هو اللي كان بحاجتهم. وأكيد إنه اليوم صدام مش بحاجة ناس كان عندها سلطة، هو بده ناس فعلياً بيقدروا يحموه، وما في إلا فئة واحدة بتقدر تعمل هيك: حراسه الشخصيين. صدام كان عنده 3 مستويات من الحماية. أول مستوى كان حراس ثابتين بمواقع معروفة زي القصور. المستوى الثاني كانوا حراس بتحركوا قبله على الأماكن اللي بيروح عليها وبيأمنوا الطريق. أما المستوى الثالث فكانوا النخبة، هدول كانوا اللي بيضلوا معاه طول الوقت. مادوكس قرر إنه يركز عليهم وبلش شغله من مدينة تكريت اللي هي مسقط رأس صدام حسين. الناس كانت تقول إنه تكريت تم تفتيشها بالكامل وإنه مستحيل يكون صدام هناك، لكن اللي ما بيعرفوه إنه هاي المدينة كمان هي موطن لعشيرة اسمها آل المسلط، والمعروف إنه أغلب الحماية المقربة من صدام كانوا من هاي العشيرة. مادوكس بدأ التحقيق، وكل شوي كان ينذكر قدامه نفس الاسم: محمد إبراهيم عمر المسلط. كل ما سأل حدا كان يطلع اسم محمد إبراهيم قدامه، وكل ما عرف عنه أكثر زاد إحساسه إنه على الطريق الصح. لأنه محمد إبراهيم مش بس كان واحد من أقرب الناس لصدام، لا، كمان كان مخطط رئيسي للمقاومة ضد الاحتلال الأمريكي. كان حاطط رجاله بكل منطقة من العراق، وكان ينسق لهم هجمات ضد قوات التحالف. كان هو اللي بوزع التمويل للهجمات هاي. المواليين لصدام بوقتها شلحوا ستراتهم العسكرية وبلشوا يقاتلوا المارينز الأمريكي بتكتيكات حرب العصابات. وإذا فعلا محمد إبراهيم هو اللي قاعد بدير كل هاي العمليات، فأكيد بيعرف وين متخبي صدام، وصار هو الهدف رقم 1. مادوكس أخذ واحد من أولاد أخو محمد إبراهيم وبلش يستجوبه. الولد أعطى أسماء شخصين كانوا شركاء لمحمد بالشغل، وكمان أعطاهم اسم السائق تبعه باسم لطيف. باسم وأهله والشركاء كلهم تم التحقيق معهم، والجيش بلش يجمع الخيوط. وصلوا لمرحلة إنهم يعرفوا شوية معلومات عن محمد إبراهيم، وبعدها قدروا يعرفوا وين ابنه موجود، مسلم. ابنه مسلم تم استجوابه، لكن الولد ما طلع عنده إشي مهم لأنه ما كان له دور فعلي بالمقاومة، لكنه قال شغلة صغيرة ومادوكس شافها جدا مهمة. قال إنه كان يروح يصيد سمك مع أبوه زمان، وقال إنه حتى لو إنهم بطلوا يروحوا يصيدوا من لما بلشت الحرب، لكنه متأكد إنه أبوه بعده بيروح على بركة مي صغيرة موجودة بسامراء. بأي تحقيق ثاني زي هيك معلومة تعتبر تافهة، لكن مادوكس اتذكر شيء. كان عامل تحقيق مع واحدة من العاملات اللي كانوا يشتغلوا عند صدام، وحكت له إنه صدام كان يعشق أكلة المسقوف، وهاي أشهر أكلة سمك عراقية. قبل فترة أنا زرت العراق وأكلتها، صراحة بتجنن. وهاي المعلومة الصغيرة صارت فجأة مهمة، وحس مادوكس إنه الطريق صار أقرب. راحوا على المزرعة اللي معروف إنه محمد إبراهيم بيصيد فيها، لقوا صيادين 2، وما كان محمد إبراهيم واحد منهم. حققوا مع الصيادين، اكتشف مادوكس إنه واحد منهم ابن عمه ضابط بالمقاومة، وقال إنه ابن عمه هذا ساكن ببغداد، فمن الممكن محمد إبراهيم يكون متخبي عنده. أولها قالوا مش معقول هذا الحكي، يعني معقول يكون متخبي بوضح النهار بقلب بغداد اللي من زمان سيطرت عليها القوات الأمريكية
وفتشوها، لكن مع هيك ما كان عندهم خيط أقوى ولا حل ثاني غير إنهم يروحوا ويفتشوا، وقرروا يداهموا البيت. لو تفكر فيها شوي، اللي وصلهم لهون هو سلسلة من روابط ضعيفة. يعني جنود أمريكان رايحين يداهموا شقة لابن عم صياد موجود بمكان ابن المشتبه فيه دلهم عليه وقال لهم إنه كان يطلع يصيد سمك مع أبوه فيه. مع كل ضعف السلسلة هاي، النتيجة كانت صدمة. لما دخلوا الشقة لقوا المطلوب، محمد إبراهيم عمر المسلط. تم القبض عليه، لكن هل محمد إبراهيم رح يرضى يعترف ويدلهم على مكان صدام؟ مادوكس بنفسه حقق معه، وعده بالحماية إله ولعائلته، وهذا الوعد خلى محمد يفتح ثمه وقال لهم إنه صدام متخبي بقرية زراعية صغيرة اسمها الدور. وهون رجعنا لنقطة البداية بالفيديو، لما قلت لك إنه بهذيك القرية الضواو انطفت وجنود الجيش الأمريكي بلشوا يمشطوا المنطقة. كانوا عم بفتشوا قرية الدور ومحمد إبراهيم كان معهم لكن كأسير. حسب المعلومات اللي أعطاهم إياها، فتشوا بيتين بمزرعة شرق نهر دجلة، لكنهم ما لقوا إشي. الجنود بلشوا يقتنعوا إنه هاي المداهمة طلعت كلام فارغ وكانوا على وشك إنهم ينسحبوا. لكن هون محمد إبراهيم أشار على مبنى صغير شمال البيت الثاني. البيت كان شبه كوخ، كان فيه غرفتين وما كان في داخله أي حدا. واضح إنه محمد إبراهيم عارف وين صدام، لكن الجنود مش قادرين يفهموا على إشاراته. كان في حاجز نفسي ما خلى محمد إبراهيم يحكيها صراحة. هو بده يساعد، لكن بنفس الوقت ما بده يكون هو اللي سلم صدام. فشو عمل؟ بلش يرفس برجليه طرف حبل مدفون جزئيا بالتراب جنب الكوخ. وهون الجنود فهموا، لحقوا هذا الحبل، لقوا الباب السري ولقوا صدام حسين. القوات الأمريكية أمسكت صدام حسين وهو على قيد الحياة، وبتاريخ العراق انتهت فترة حكمه. رغم أنهم مسكوه، إلا أنه القبض على صدام ما أنهى الحرب. قوات التحالف ما كان في عندهم خطة انسحاب، وما كان عندهم تصور واضح شو رح يعملوا بعد سقوط النظام. البلد ضلوا يعاني من الفوضى لسنين طويلة. حاولوا يرمموا الدمار اللي سببوا الغزو، لكن آثاره لليوم واضحة. صورة صدام وهو متخبي بالحفرة صارت من أشهر الصور بالعصر الحديث، مش بس من ناحية أحداث عالمية. الناس صاروا يحطوا الصورة هاي بكل مكان. وهون لازم تنتبه على إشي جدا مهم. هاي اللحظة ما صارت أيقونية لحالها، في مين اشتغل عليها إنها تكون أيقونة وتنشهر، وفي مين ركز على نشرها إعلاميا بكل العالم. بعد ما مسكوه بالحفرة، الجيش الأمريكي دعا صحفيين من كل مكان بالعالم عشان يورجوهم مكان اختبائه. أظهروا للعالم كم كان المكان اللي متخبي فيه بائس، خصوصا بالنسبة لرجل كان باني أفخم القصور بالشرق الأوسط. نشروا صور القبض عليه وهو منهار وشكله ضعيف ومكسور. عملوا له فحص طبي قدام الكاميرات. الدكتور كان بفحص بأسنانه كأنهم مهتمين بنظافة أسنانه. اتحول التركيز إعلاميا من الدمار اللي خلفته الحرب الأمريكية وأعداد الشهداء من المدنيين والانفلات اللي صار بعد سقوط النظام والسرقات والنهب والتخريب، للتركيز على صدام وأسنانه. الاشي اللي بدي اياك تركز عليه هو قوة الرواية. أمريكا دخلت الحرب بحجة أسلحة الدمار الشامل، والحجة هاي طلعت كذبة، ومش كلامي، كلام أغلب أهل العراق وكلام أغلب المحللين السياسيين العراقيين والعرب والعالميين، بأنه اللي عملته أمريكا كان أسوأ من اللي عمله صدام. على يوتيوب في فيديوهات وتقارير بريطانية عرضت صور ومشاهد لبغداد في السبعينيات، كانوا يحكوا عن تطور العراق والأشياء اللي موجودة فيه مش موجودة بأوروبا. التحليلات هاي كلها بتقول شوفوا كيف كان العراق بعهد صدام اللي كان طاغية، وشوفوا كيف العراق اليوم وشو ترتيبه بين الدول. أمريكا كان لازم تهدم أسطورة صدام. بعد ما دخلوا الحرب وطلعت ادعاءاتهم كذب وانهار الدعم للحرب بالداخل الأمريكي وبالعالم كله، قرروا أنه يكون صدام هو وجه الحرب. وطريقة سقوطه المدروسة اللي عرضوا فيها نهايته كانت نوع ثاني من البروباغندا اللي لازم نتعلم منها كثير. قصة صدام هي درس كبير لكيف نخلي صورة
تحكي قصة كاملة. هاي كانت قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. قصة اليوم كانت عن صناعة البروباغندا وكيف تمت إدارة الأمور بعد ما انكشف عدم صحة الادعاءات الأمريكية قبل الحرب، وكيف تم التغطية على قتل عشرات الآلاف من المدنيين. هاي القصة ما كانت عن شخصية صدام حسين. إذا بتحبوا هذا النوع من القصص احضروا هذا الفيديو واللي حكينا فيه عن كيف كان النظام السوري الساقط مغرق الوطن العربي بالممنوعات. كمان هذا فيديو كثير مهم. أنا أبو الصادق، سلام، وبشوفكم فيديو جديد.